لأن الضربات الثابتة هي موضة العصر الحديث في كرة القدم. أجمل هدف في اليورو جه من ضربة ثابتة. طب ما تيجي نشوف. يلا بينا. هدف إنجلترا ضد سلوفاكيا هو الهدف الأشهر في اليورو، وهو هدف بلينجهام، طبعا بلعبة مقصية. بس أنا عايز أتكلم على نقطة قبل الهدف وقبل الشكل الحلو اللي ظهر بيه في الآخر، وهو إن الكرة أصلا بدايتها من رمية التماس. من رمية التماس شوف توزيع اللعيبة في الملعب إزاي في رمية التماس والشكل اللي هيكونوا فيه. قبل رمية التماس هتلاقي إن رويس سحب المدافع بتاع سلوفاكيا لحد خط ضربة المرمى، وفي نفس اللحظة هتشوف إن ستونز رايح يساعد جيهي اللي هو بيعطل المدافع اللي هو واقف بالظبط قدام رمية التماس علشان ما يقدرش ان هو يطلع الكورة. ولو بصيت ورا شوية عند ال6 ياردة هتلاقي ان بلينجهام وكين واقفين، وفي واحد كمان زيادة عددية معاهم واقف في المنطقة دي. هيبتدي ان ستونز وجيهي يطلعوا، واحد فيهم يعطل وواحد يلعب الكرة للخلف. هتروح الكرة بعدها لبلينجهام عشان بلينجهام يعمل مقصية ويحرز احسن هدف في اليورو على طريقة زيدان وعلى طريقة رونالدو، بس دي على طريقة بلينجهام، وينقذ فريق انجلترا من الخروج. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعة، وبشكركم.